تعالوا اوريكم الحاجات الكروشيه اللي عندي. يلا بينا. انا جيت يا جماعه. مرحبا بالمشاهدين، انا ساره سيد. لو اول مره تشوفيني وما تنسيش اللايك والاشتراك لو عجبك محتوايا يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. بقالي فتره كده بحب الحاجات الكروشيه، وبحب يعني بتلفت نظري لدرجه ان انا عملت اشتراك لكل القنوات اللي هي بتعمل كروشيه، وبقيت بتابع الناس اللي بتبيع حاجات كروشيه، وبروح الوكاله بدور على حاجات كروشيه، اروح المحلات الكيلو. بصوا كل حاجه بقت كروشيه عندي، حتى بخش اي محل بدور على حاجه كروشيه انا اشتريها. فانا جمعت كوليكشن كده بالنسبه لي، حاسه ان انا عملت حاجه كده عجباني قوي. وبصراحه بحس ان الكروشيه دي حاجه قيمه، يعني بحس ان مش اي حد بيلبس كروشيه، مش اي حد خالص فعلا. انا حاسه ان الدنيا اتغيرت قوي دلوقتي، بقت الناس بتلبس لبس مش عارفه. المهم ما علينا، تعالوا بقى اوريكم القطع اللي انا جمعتها. بجمعها بقالي مثلا 4 سنين. يلا بينا. اول قطعه معايا مش اشتريتها، يعني انا بجيب اللي قدامي عشان انا عندي كوم هنا كروشيه، فانا هجيب اللي قدامي. تمام. القطعه دي انا اشتريتها من المحل بيبيع بالكيلو، هي مش مكتوب عليها اي براند، وانا حاساها ان هي مش هاند ميد قوي او جايه على تريكو. بس اللي عجبني فيها القصه اللي هي من هنا، انا تخيلتها ان هي ينفع على جيبه، تنفع على جيبه مثلا او هيكول كده، هيبقى حلو قوي. وهي مكتوب عليها ان هي مقاس ميديوم، يعني هي مش مكتوب عليها براند، بس هم محترمين وكاتبين المقاس. فعجبني جدا. اللي مش عاجبني فيها قوي ان هي بحمالات، بس انا قلت لكم ان انا بجمع حاجات كروشيه مختلفه، فمفيش حاجه لما اجيب حاجه حمالات يعني جنب الحاجات اللي هي بكم او بنص كم. فدي اول حاجه انا جبتها. مش فاكره سعرها قوي عشان بس هي كانت بالكيلو، فما كانتش مكلفاني كتير، لان الحاجه اللي بالكيلو الكروشيه بتبقى مش تقيله. فلو انت لقيتي حاجه زي دي في المحلات اللي في الكيلو فهاتيها وغيري نظام لبسك شويه، هتحسي بحاجه حلوه برضه. تعالى. تاني قطعة بقى برضو شاريها من نفس المحل اللي بيبيع بالكيلو بالصدفة، بس مش في نفس اليوم، في نفس السنة بس مش في نفس اليوم. عجبني قوي ان هو طويل، فممكن البسه مثلا على اي طقم تغيير. وانا كمحجبة فانا بحب البس الجواكت الطويلة. فبصوا عجبني، انا حاسه ان هو مش كروشيه قوي، حاسه ان هو شغل مكن، بس هو نفس الفكره. بس الاكتر حاجه مش عجباني فيه ان هو طلع بنص كم. ف يعني بصوا، انا لو كان بكم كان هيبقى مفيهوش غلطه. ده مقاس سمول ميديوم، انا بلبس لارج، فهو جاي مقاسي بالظبط. وهو باين ان هو بالتيكت، وده كان ماركه اسمها بينك دايموند، معرفش عنها حاجه، ممكن نعمل عليها سيرش. وكان في شراشيب كده من الاخر هنا، حسيت ان هي مش عمليه قوي، بس برضو حسيت ان هي القطعه جميله. وبرضو سعرها اعتقد ان سعرها ما كانش معدي 150 جنيه، فعجبني. وبرضو سعرها ما كانش غالي عشان انا جايباها بالكيلو، وانا قلت لكم الحاجات اللي بالكيلو ايه، خفيفه. تالت قطعة برضو شاريها من المحل اللي بالكيلو، بس برضو مش في نفس التوقيت. اشتريت القطعة دي بسبب الضرابية اللي فيه، باينه قوي. كانش معدي 60 جنيه، عشان ده بقى خفيف قوي، يعني ده مش عملي، يعني مش عملي زي اللي فاتوا، بس لازم اخلي بالي منه. قصته جايه كانها مثلثات كده وبكم، فده يعني حاجه تخليني ان انا استحمله عشان هو بكم. الشنطه الكروشيه دي انا عاملاها، باين ان هي ممكن تكون شغل هاند ميد. انا بتعلم كروشيه من زمان بسبب ما ممكن اقوله بسرعه، ممكن ان انا اول ما اتخرجت كنتش لاقيه شغل خالص، وكان هيجي لي حاله اكتئاب. رحت خالته بقى حرفه كروشيه، كانت بتعمل كروشيه كل ما تيجي عندنا يوم، كل يوم جمعه تعمل كروشيه. فانا لقطت منها، وبعد كده فتحت اليوتيوب قعدت اتعلم لحد لما بقيت بعمل حاجات كروشيه. فكل ما بزهق او نازله جايبه حاجات كروشيه، كل ما بتزنق في مناسبه ومش عارفه هشتري ايه، بعمل كروشيه.
ما كانش مكلف بالنسبه لي خالص، عشان انا بشتري الخيط وانا بقى المجهود الذاتي هو اللي بيتعمل. المهم ان انا جبت لها السلسله دي ما كانتش ثابته، ممكن اغيرها، بس هي اتقطعت مني عشان كنت بلبسها كتير فبقت ثابته من هنا، فانا مش هينفع ان انا هخلع الايد. احسن حاجه عملتها في الشنطه دي ان انا عملت ليها سوسته علشان تبقى عمليه اكتر ومفيش حاجه تقع منها، علشان الشنط القلاب دي حاجه مش عمليه خالص، وانا عندي عقده منها قبل كده وانا صغيره. كنت شاريه شنطه قلاب من غير سوسته والحاجات كلها وقعت منها وروحت من غير ولا مليم. طالما قلت لكم ان الكروشيه ساعات بينقذني في مواقف، فانا ممكن احكي قصه البلوفر ده بسرعه، او الجاكيت ده. الجاكيت ده انا اللي عاملاه بايدي، عاملاه غرزه الشبك، يعني اسهل غرزه في العالم، يعني اي حد هيعرف يعملها. المهم ان انا عملته عشان كان عندي فرح، مفترض ان كان النهارده مثلا 3 ايام وعندي فرح. نزلت ادور على اي حاجه للافراح، ما لقيتش اي حاجه تناسبني. وبص انا ما بحبش اشتري حاجات للافراح كتير. فالمهم ان انا لقيت محل خيوط في جنب المحلات بتاعه السواريات بيبيع خيوط عاديه خالص، ولقيت البقره دي. خليت الست توزنها لي، كانت في حدود ب 45 جنيه البقره. المهم ان انا فتحت اليوتيوب واتعلمت غرزه الشبكه دي. عملته بقط الاول، ما كانش بكمام عشان كنت مستعجله، فروحت الفرح بيه قط. وبعد كده لما روحت كملت الكم، قلت عشان في اي فرح تاني بقى ابقى يبقى انا كده غيرت منه. على فكره الصوره دي انا كنت طالعه من دور رعايه جامد وباين عليا اكيد، الحمد لله. فده يعني ده حاجه عاديه خالص ان الناس بتاعي وتخف كده، يعني المهم ان احنا نشجع نفسنا كده. تعالوا بقى نتكلم على ده شويه. على فكره كنت هعمل الفيديو ده لما اجيب مانيكان، عشان انا نفسي اشتري مانيكان، بس شكلي مش هشتريه دلوقتي علشان كل ما احوش فلوسه الحمد لله بصرفها. المهم ما علينا، نعمل الفيديو ده ونبقى نشتري مانيكان بعدين، وفي حاجات كتيره لسه يعني. ده بقى ليه حكايه. انا شاريه الجاكيت الكروشيه ده، جايباه من الوكاله، غرزه ورد كده، ممكن تعمليه على ايديكي عادي، عشان انا قبل كده عملت حاجه زي دي على ايديا. المهم ان ده ليه قصه رهيبه. شايفين انتوا الفيديو ده؟ كنت انا بدور على البياع، بس قبل اللحظه دي كان في حاجه. كنت انا عديت من على الستاند ده، كنت بعدي الشارع. المهم انا شفته على الستاند، عجبني قوي، بس ما وقفتش عشان اشتريه. بعد كده شويه كده سكت كده، سرحت، رحت رجعت تاني. فالمهم ان انا في رجعتي دي لقيت ست كانت ماسكاه، كانت هتشتريه. فانا اتصدمت كده، رحت ضحكت، يعني ضحكت بلهاء. المهم ان انا الست خدت رايي. تخيلوا بقى لما تاخد رايي في حاجه انا محتاجاها. فبتقول لي هو الجاكيت ده حلو، رحت انا قلت لها والله ده جميل قوي، بس انا بضحك. انا بقول لها ده جميل قوي وبضحك عشان انا مصدومه ان انا كنت راجعه اخده اساسا، بس سبحان الله لقيتها مسكته. بس انتوا تفهموا من النتيجه في الاخر ان انا خدته. بس خدته ازاي بقى؟ جيت في الاخر هي لقيتني بضحك قوي، فافتكرتني ان انا بعمل فيها مقلب. معرفش هي تخيلتني رامز جلال ولا ايه. المهم راحت سابته، قالت لي لا لا ده شكله كده مش ستايلي، مش راحت مشيت وسابتها. انا هي سابت الجاكيت كده. رحت انا خدته في ثانيه، قعدت ادور على البياع عشان البياع ما كانش واقف جنب الستاند. ما فتشتش فيه خالص، ولا شفت غلطاته ايه ولا اي حاجه. ليه؟ لان هي الست اصلا فتشته مليون حته. انا كنت بفتشه معاها كده ان هي بتشوف فيه قطعه ولا فيه ايه. ده كان من الستاند بتاع 35 جنيه، انا لسه ما لبستهوش. وفي زراير كده معموله برضو بالخيط، بس الزراير دي حاساها ان هي كشكل بس، مش هينفع ان هو يتقفل. علشان انا لما لقيت ان انا هقفله لقيت انه ممكن يتقطع مني. هو خيطه غريب خالص، خيطه تحس ان هو حرير شويه او بلاستيك، مش خيطه مش قطني خالص. ده بقى شال هاند ميد كروشيه صوف للشتاء، بلبسه كتير قوي. اللي متابعني على الانستجرام واللي متابعني على الفيسبوك والشورتس هنا برضو بقعد انزل بيه كتير، يعني اي شتاء اقوم لابساه بيه وكده على طول وانزل بيه. بيدفي قوي، بس انا بصراحه لسه ما غسلتوش وانا خايفه ان انا اغسله، فبحاول ان انا ما اوسخوش قوي، علشان الحاجات الكروشيه برضو محتاجه ان هي تتغسل، تتحط في ميه وما تتعصرش، محتاجه عنايه خاصه. فانا لسه ما غسلتهوش، فربنا يستر. بس انا بحبه قوي، يبقى احطه جنبي على الكرسي كده. القطعه دي برضو اشتريتها من محل بيبيع بالكيلو، بس هي سواريه فيها تطريز كده، مش عارفه هو هيبان ولا لا. التطريز ده اداني قوي ان هو ممكن يتلبس في اي مناسبه، يتلبس تحتها مثلا قميص مش عارفه اسود او ابيض. بس انا تخيلته على بنطلون جلد، ده اللي انا تخيلته عليه، بنطلون جلد واسع مش ضيق، بنطلون جلد واسع. فحسيت ان هو هيبقى شكله عسول قوي. ده بقى قصته برضو غريبة. انا كنت
كنت لابساه. البلوفر ده ستراتوفيريوس، معرفش انا منطقه صح ولا غلط. المهم ان هو كان بالتيكت عادي، واشتريتها من محل عندنا في المنصوره هنا اسمه براندات ستور. لقيته ب50 جنيه، 50 جنيه. فبجد خدته، بس طلع ان كان في بقعه هنا، واعتقد صاحب المحل ما كانش يعرف ان في بقعه، مش عارفه. المهم ان انا غسلته بفانيش عادي. وبصوا اللي عايز يطلع بقعه يحط فانيش او كلوريكس الوان وينقعه شويه، وبعد كده يغسلها بالاريال هتطلع عادي. لو حظك نحس بقى مش هتطلع ماشي. المهم ان انا لبستها وكان شكلها حلو قوي. انا اشتريته مش عشان هو الشغل ده خالص، انا اشتريته عشان ايه؟ الايد. بصوا الايد طويله، فانا بحترم اي ايد طويله في شغل الكروشيه، بيبقى منظرها حلو جدا. نتكلم بقى على ده. اول جاكيت اعمله في حياتي، انا اعمله بايدي. دي غرزه اسمها غرزه السنبله. غرزه السنبله دي بتبقى غرزه منفوخه يعني، وبتستهلك خيط كتير قوي، اصلا الجاكيت تقيل. تمام. الجاكيت ده انا عملته في 7 شهور، 7 شهور فعلا قاعده اعمل فيه. وجبت خيط طلع ناقص، رحت جبت خيط تاني، هو معمول من الخيط القطن اليز اسود. تمام. المهم ان انا بعد كده الكم طلع تلات ارباع كم. قلت انا مش نازله اجيب خيط تاني خلاص، لان كان مكلفني خيط كتير قوي، وانا كنت زهقت 7 شهور بشتغل فيه. فزهقت. فانا عملته زي كارديجان كده 3/4 كم. كنت رفيعه شويه لما عملته، هو دلوقتي جاي مقاسي بالظبط، بس ايام ما كنت عملته انا فاكره كان واسع بقى ومرحرح كده، كان جميل. دلوقتي بقى ايه؟ طالع مقاسي بالظبط، بس انا بحبه جدا وبحافظ عليه. طبعا الكروشيه ده كله اللي انا وريته لكم انا بحطه برصصه كده في درج، وساعات بحطه في شنط شي ان، اللي هي ساعات بشتري حاجات من شي ان وفي شنط بتتفيض، فانا بحط فيه حاجات الكروشيه علشان يعني هو مش محتاج نتشه. الكروشيه زي ما قلت لكم ان هو محتاج عنايه خاصه. بصوا الفيديو خلص، واستنوا لي الفيديوهات الجايه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وكمان عايزه اقول لكم ان لازم يكون عندك قطعه كروشيه في دولابك، علشان دي حاجه مميزه قوي بجد. ما تخليكيش شكلك زي بقيه الناس او البنات معاكي في الجامعه او سلفتك ولا اختك. خليكي كده مختلفه شويه والبسي كروشيه. ولو من الافضل اتعلميه، لان هو الكروشيه اصلا بيطلع الطاقه السلبيه من الجسم فعلا. لو حد متضايق لو اشتغل اعمل كروشيه بيحس يعني انا ساعات بعمل كروشيه واقعد اسبح ربنا كده يعني. فاهمين؟ عالم تاني خالص وعالم محترم، حاجه جميله قوي. يلا باي باي.